Hayatın zifiri karanlığında kaybolmuş. Geçen yıl bu zamanlar ben oradan oraya savrulan en güzel duyguları bile unutması gibi doğdu. Zeynep Fırat gibi bir eşim olduğu için bir adamdım. Zeynep benim karanlık ömrüme ışıltısıyla Zühre'yi çok onurlu ve gururluyum. Şimdi öldü. Tülay Aslanlı'yı arıyoruz. Anne. İndirebilirsin karıcığım. Hayır, annem hiçbir şey yapmadı. Ki ben de kremasının üstüne bir çilek koyayım. Gözdeciğim, sen öyle güzel bir pasta yapmışsın dedim. Ey güzel Allah'ım, annemin sağ salim Sana söz veriyorum. anneme kendi annen gibi dönmesini sağla ya Rabbim. Bak anneni kurtaracağız. Bu kıymeti verdiğin için teşekkür ederim. Ben de sana hayatımda ne oldu? Annem, Olduğun için teşekkür ederim. annem. توقعات الحلقة 184 من مسلسل تل الرياح الموسم الثاني. بتبدأ الحلقة بخليل وهو عامل حفلة وبيتكلم وبيقول إنه من سنة كان ضايع ومش حاسس بأي حاجة حلوة في حياته، وحياته كانت مظلمة لحد ما جت زينب ونورت حياته كالنجم، وبيهديها لوحة وبيقول لها إنها أحسن حاجة حصلت له، إنها بقت زوجته. وفي الحفلة بتدخل الشرطة وبتطلب من طولاي والدة زينب بتيجي معاهم، وإنها متهمة في قضية، وبتفرح فيها جودزي وخالة خليل، وبتبقى جودزي هي اللي لفقت التهمة لطولاي علشان تتخلص منها، وبعدها تقدر تتخلص من زينب بسهولة. وخليل بيقف جنب زينب وبيقولها إنه مش هيسيبها أبدا، وإنه هيلاقي حل علشان يطلع والدتها براءة. وزينب بتصلي وبتدعي لوالدتها إنها تخرج بالسلامة، وبتشكر زينب خليل إنه واقف معاها وإنه مش بيسيبها أبدا، وبتقوله إنها مبسوطة إنه في حياتها وإنه بيدعمها، وبيقولها إنه بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها أو يشوفها زعلانة. وفي النهاية بنشوف إن جت مكالمة لزينب بيقولوا لها حاجة عن والدتها، ومن الواضح إن والدتها هتكون حياتها في خطر، وبتخاف جدا زينب وبتعيط. وبتخلص الحلقة على كده. اكتبوا لنا توقعاتكم، يا ترى ايه اللي حصل لوالدة زينب. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبحب اشكر كل اللي بيتابعنا. واكتبوا لنا بتتابعونا منين في التعليقات تحت، او تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.